السحور المضبوط اللي ما يختلفون عليه اثنين بالسحور. ودا اتمشى بمنطقتنا وشفت هاي البسطيه، احكي لي شنو اللي تقدم؟ عندنا بيض وعروق، طماطه، شلو فراي، وعندنا طماطه لاجعه وحدها. هسه اريد من يمك تسوي لي اكل كثير على الخفيف، توم ولا رمل. اقول لك نزل لي المنيو مالتك كله. صار هسه راح نسوي لك الطماطه والبيض الدرجه اولى، واهم شيء البيضه لازم تنخبط بالكاسه الفافون. هاي يصير لها نكهه خاصه. هاي بس الذواقه ياكلونها. هسه هاي الطاوه بشقد؟ هاي كلها ب 2000 دينار، هي والهوسه مالتها وصمون وزلاطه وياها طرشي كل وبصل المقبلات وقلاص مي والصمون. وقلاص شاي. والصمون قد ما يريد مفتوح. مفتوحه 30 صمونه 40 صمونه. هذا العروق درجه اولى مال البيت شرط. واتحدى جميع اهل الفطور الصباحي اذا عندهم هيك طماطه. استاذ سلمى شرفتنا حبيب الروح. حبيبي فدوى بالمناسبه كل انسان محتاج وما عنده جوعان يريد ياكل يجي هنا بشاي خانه السلطان ياكل ويشرب ويروح كله مجانا. ربي يعطيكم الصحه والعافيه. فدوى روح لك حبيب الروح. وان شاء الله هاي البسطيه تتحول الى مطعم قد الدنيا. فدوى روح لك تاج الراس. جماعه العروق قبل 4000 بخمسه ب 1000 ونص هاي. ب 1000 ونص درجه اولى هي والصمون والشاي. احنا شكل شيء نشتغل هنا كله على الفحم. طبعا هو بصراحه كلش عجبتني بساطه هذا المكان. وهذا يوسف جهز لنا الطلب مالتنا، وهسه نقول بسم الله ونبدي بالعروق. رهيبه. اهم شيء الصمون حار بحار، الطماطه اللاجعه بالكرفس وياها سماد. الطعم فول مضبوط، وحتى السحور يصير فول مضبوط لازم نختمها بالشاي على الفحم. وعنوانهم صاير الامين مدخل شارع الجمهوريه، شاي خانه السلطان.